ايوا ها اللي قلنا قلت لكم اخوتي مسألة وقت وصافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم متتبعين الزوينين. غبرت عليكم لكن للضرورة احكام. اليوم شفنا كاملين تدخل ديال المحامي الصوفي اللي هو محامي ديال الجمعية ديال سميرة البقالي من طبيعة الحال، واللي كان في ضيافة الصحافي المتميز مغاربة نيوز. وسمعنا كاملين شنو تقال، وسمعنا المضمون ديال هذاك الانترفيو اللي كان مهم ومهم جدا، واللي أثلج صدر المغاربة في جميع ربوع العالم. حنا فاش قلنا لكم نعيمة البدوية طغات وتجبرات، هي وبناتها، هي وتريكتها، هي ونسابها، يعني ما كذبناش. حنا فاش خرجنا وقلنا وك عباد الله، هاد الشيء راه تزاد على حدو، وهاد الشيء راه كيخدش الحياء ديال المغاربه وديال الاصول اللي تربينا عليها والبيوت المغاربه اللي كانت فيها التلفازه المغربيه كتضرب 100 حساب وحساب باش كتحط الافلام وكتحط المسلسلات، لان عائلات على قدهم كيتفرجوا. كاين الجد وكاين الجده وكاين الاب وكاين الام وكاين الشباب تبارك الله، ولكن هي غير فم وما جاب. فالجهل اخوتي فاش كيتلاقى مع الفلوس كيعطيو شي حوايج خايبين، وقله الوعي زايدها من الفوق. ففي عوض ما تخرج بواحد التصريح هاد السيده هادي اللي هي ام او بالاحرى جده، فعود ومؤثرة من طبيعة الحال، واللي تعرفات على الصعيد العالم. فاش كانت كورونا وخرجت هي بكل وقاحة كتقول ما كاينه لا كورونا لا استحمص، سيروا تسالموا، سيروا تباوسوا، سيروا تعانقوا، راه هادشي كله ما كاين شيء منه. العالم يقام ويقعد له، وكل شيء شداه الرعاده وشداه الخوفه، وعباد الله تيموتوا. ما عرف شحال من عدد الناس تيموتوا في النهار وهي خرجات بكل وقاحه كيف ما قلت لكم وكتقول ما كاينش هذا الشيء. المهم نرجعوا لصلب الموضوع اللي هو هذا المحتوى اللي ولا لا يشرف المغاربه لا من قريب ولا من بعيد. هاد السيده في عوض ما تخرج بواحد التصريح وبواحد الاعتذار وتقول انا كنعتذر، وتقدر كاع تخاصم على بنتها قدامنا ولا هادي ولا هادي، كان غادي يكون شي شويه هاد الشيء يشفع عليها. لكن هي خرجات وقالت بنتي ما دايره والو، وحنا ما عندناش الزهر، وبنتي ما دارت حتى شي حاجه، وهذا الشيء ما فيه والو. يعني هذا الشيء بالنسبه لهم والو. ففاش كنلقاو الام كتخرج وكتبقى كتذكر يعني الجهاز التناسلي ديال الزوج ديالها وكتعطينا الاوصاف ديالو، فاش غادي ننتظروا اكثر شي حاجه اكثر من هذا الشيء؟ شنو غننتظروا شي حاجه اكثر من هذا الشيء؟ واش بغيتوا صافي ننتظروا نبقاو جالسين مربعين يدينا تيبداو يديروا لنا افلام اباحيه؟ هذا الشيء اللي بغيتوا؟ راه هذا الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا كننددوا بهذا الشيء اللي كيوقع. حنا كقنوات في الاستماع للمتتبعين ديالنا اللي ما عرفتي راه ما نقول لكمش. انتم شفتوا المحامي قبض سجل دار تفريغات حتى لدوك التعاليق اللي كينددوا. يعني اول مره كتوقع ان التفريغات كيكونوا حتى للتعاليق، باش نيت وكيل الملك يكون على إلمام بهذا الموضوع هذا. واللي مما زاد الطين بلة أن كانوا ناس تماك في القاعة وسمعوا هذا الموضوع هذا ودلاو بالرأي ديالهم قدام وكيل الملك، وقالوا هذيك السيدة طغات وتجبرات وزادت فيه. يعني خدا واحد النبذة من الشارع، إلا بغينا نقولوا رأي من الشارع على هاد السيدة هذه اللي فرخات لنا وتلقات لنا واحد الجذور واحد العروق اللي هي ما لا وعي لا ثقافة لا حشمة لا حياة. شتي حنا فاش كنقولوا الوعي راه ماشي كنتنمروا عليها لانها ما قراتش. فاحنا والدينا ما قراوش، حنا جدودنا ما قراوش، لكن كانت قمه الحياء وقمه الرقي في المعامله والاخلاق. وخير دليل انهم تبارك الله وما شاء الله اللي هما دابا محاميين وقضاة. شكون اللي رباهم؟ راه اغلبيتهم ربوهم امهات ما قرياتش، ولكن كانوا واعيات. فهاد الناس هادو خوتي جاهم الفلوس جاتهم على غفله. يعني الفلوس الادسنس تصوروا وحده
ما كتكسبش حتى 10 ليله الا بغينا نقولوا. وانا راه ماشي راه الفقر ما عمرو كان عيب، ولكن غير باش نقول لكم هاد السيده كيفاش كانت وكيفاش ولات. يعني كانت كتلقط البقوله وكتمشي كتديها سبيحه، اللي تباع لها هو داك، اللي ما تباعش راه كتردو ولا ما عرف شنو كدير له. كتعاود عاودات هادشي بفمها، قالت شنو داز عليا وشنو داز عليا وشنو داز عليا. ولكن فاش مشات عند مربوحه وداك الفيديو الشهير ديالها، اصلا هي على باز هاد السيده هادي كانت من الاول ما كتحشمش. واش نسيتو نطلع ولا نهبط؟ واش نسيتو هو حميده جي غير مصيصه وهاد الشي كله نسيتوه؟ باش بدات هي، باش طلعت بهاد مصيصه ما مصيصه. يعني السيده من الديبار ما كتحشمش. ما كانوش الناس يطلعوها. واش على مصيصه طلعوها المشاهدات دارت مليون؟ صافي مشات في البلاصه دارت قناتها وصافي طلعت لها المشاهده، ولات من الديبار الشهر الاول شدات فيه 10 المليون. يلا صدق او لا تصدق، من 140 في جيبها حتى ل 10 المليون. بالصيف غدير اكثر من هذا الشيء. دابا تجتهد هي، دابا هي المحتوى ديال الباديه مابقاتش كديرو، ما بقاتش كتمشي للقانون. قالت لك هي ولا يضرها راسها وفيها السكر وفيها الملحه وفيها الكوليسترول وفيها ما عرفت شنو، لان شرات الدار ب 200 مليون فيها 4 ديال الطاجات. فالمحتوى ديال الباديه ولات ما بينه وبينه غير اتقار. ولات جالسه شاده فوطه كتمسح العرق، يفمو ما جاب يفمو ما خرج. دير غير كوتش يوعيها، دير غير كوتش يقول لها لا لا انت راكي مؤثره. هاد المشاهدات اللي كتشوفي وهاد الفلوس اللي راه جاتك بزاف، راه هي تخلصي على المشاهدات اللي كانت كثيره. المشاهدات كيشوفوك ناس بزاف، يعني انت مؤثره، فكتولي ملكي وما عليكي. دابا ملكي هي الفلوس عطيناها لك ديال الادسنس، ولكن ما عليكي شنو هي الواجبات اللي خصك ديري؟ انك تحترمي هادوك الناس اللي كيشوفوا فيك، وما تخرجي الكلمه تتوزنيها وتسرطيها وتولي تعاودي تسرطيها وتولي تخرجيها وتعرفيها كيفاش دايره. اما انت يا جالسه غير فمو ما قال، فانا غادي نكون معتزه بالسلطات المغربيه وفخوره ببلادي، لان فعلا عينهم على كل حاجه وما غافلينش وعارفين شنو كيوقع وعارفين شنو كيدور. وفعلا كتبقى بلادنا واحد الرمز ديال لان بلد مسلم من طبيعه الحال. حنا راه عايشين في اوروبا، ولكن راه كنبقاو دائما اصولنا كتصبح معنا وكتعشي معنا. فماشي غير حيت كنشوفوا عايشين في اوروبا ولا كنشوفوا النصارى ولا القور ولا احنا ناسيين حالنا. فما بالك ناس عايشين في المغرب وناسيين حالهم. حتى ربي نساهم كاع نساهم. هذيك السيده ما عمرها كتحط جبهتها للارض. هذيك السيده قالت لك هي ما كتقدرش تصلي، وقالت لك هي كتعجز تصلي، وقالتها كوم سا هكا اون بلان بوبليك، قالت لهم انا كنعجز نصلي. دونك هاد السيده ما عارفاش الدين شنو هو، ما عارفاش شي حاجه ما عارفاها. فكيفاش حنا نخليو ناس مؤثرين يدوزوا لنا في التلفازه ويدوزوا لنا ما عرفت فين ويدوزوا لنا ومزرزرين بالذهوبات ويطلقوا لنا غير الخيخ وغير الويل وغير هادشي كله خصو يتجمع. هادشي لا قنوات تبقى لا حتى شي حاجه. احنا بغينا بلادنا تكون يعني واحد المثال اللي هو زوين، لان كنتعايروا بهذا الشيء. كنتعايروا بهذا الشيء والجيران كيقولوا لنا شوهتوا وبهدلتوا وفيكم كلشي فيكم. وحنا هذا الشيء ماشي بصح. هاد العائلات اللي وسخوا لنا السمعه ديالنا خصهم يتحيدوا. يعني هاد خصهم يتبتروا بهذا المعنى. هذا خص هاد المرض يتبتر وما نعاودوش نهضروا عليه بصفه نهائيه. خوتي خواتاتي، حتى لهنا كنجي على النهايه ديال الفيديو ديالي. بطبيعه الحال ما كنبغيش نطول عليكم احتراما للوقت ديالكم، لان الوقت فعلا ثمين، وما 10 ديال الدقائق كافيين باش انكم تفرجوا في الفيديو. مزيد من اللايكات ومزيد من التعاليق. اللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها فضلا وليس امرا، باش تكبر القناه وتكبر العائله ونتواصلوا مع بعضياتنا. انا معكم في لي فيديو وننتقدوا هذه المحتويات السيئه، وانتم معايا في التعاليق وردة فعل ديالكم. وانا يعني بصدر نرحب للتعاليق وللرأي والرأي الآخر. خليت لكم الراحة وإلى اللقاء.